معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. السلام عليكم أحبتي الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد. نلتقي وإياكم واليوم جولة في داخل كلية الإعلام للتعرف على أمنيات الطلبة بمناسبة العام الجديد. ابقوا معنا. السلام عليكم. اسمك؟ أحمد إسلام، طالب مرحلة رابعة قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة ديكور. وسهلا. أحمد، ما هي أمنياتك بمناسبة العام الجديد؟ بالبداية احنا نبارك للأمة الإسلامية ولجميع المجتمع العالمي والمجتمع العراقي والطلبة بالخصوص، باعتبارنا نحن في داخل أروقة كلية الإعلام. هذا العام الجديد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان على العراق، لأن العراق قد تعب من الظلم وقد تعب من الإرهاب، وقد ضحينا بدماء كثيرة من أجل أن ندفع هذا الظلم وهذا الإرهاب ولأجل تحقيق العدالة والإنصاف في هذا المجتمع. ما نأمله في عام 2017 هو الأمن والأمان والعدل والإنصاف في هذا البلد، وأن يعم الحب والخير على هذا المجتمع، وأن نرى بأن لكل شاب هذه الأمنية الخاصة به، أن أرى كل شاب يحمل كتابا ويقرأ، لأن بالكتاب والقراءة والتعلم يكون الوعي، ومن خلال الوعي يمكن بناء المجتمع وبناء البلد بخير وسلام وأمان، والنهوض به بأعلى المستويات من خلال الوعي والقراءة والمعرفة. شكرا جزيلا. الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. السلام عليكم. حنين، مرحلة أولى قسم إذاعة في التلفزيون. حنين، ما هي أمنياتك في عام 2017؟ والله أتمنى الأمن والسلام على العراقيين إن شاء الله، وكل شخص يحقق أمانية إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك؟ كرار فلاح، مرحلة ثانية إذاعة وتلفزيون. كرار، ما هي أمنياتك في عام 2017؟ والله بالبداية أحب أبارك الشعب العراقي بحلول سنة 2017، وإن شاء الله نتمنى بها المزيد من انتصارات قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، ونتمنى بالأمان والاستقرار شعبنا العراقي الذي ذاق مرارة الحروب طيلة السنوات العشر الماضية، ونتمنى أيضا لزملائنا وأحبتنا في كلية الإعلام التوفيق، وإن شاء الله إلى الازدهار وإلى العمل أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. اسمك؟ كرار علي، المرحلة الثانية قسم الإذاعة والتلفزيون. كرار، ما هي أمنياتك في عام 2017؟ أمنيتي في عام 2017 أن يعم الأمن والأمان على جميع العراقيين، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة على جميع العراقيين، وسنة انتصار لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي بكل فصائله على داعش. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ميثم الحسيني. حضرتك، ما هي أمنياتك في عام 2017؟ تمنياتنا للعراق الأمن والسلام وتحرير المدن العراقية من دون داعش الإرهابي، وهي هاي أمنياتنا، بعد ما عندنا أمنيات غير هاي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. حضرتك؟ رجال شنان، إذاعة ثانية. ما هي أمنياتك في عام 2017؟ والله الأمنيات هي نفس الأمنيات مالت السنة اللي ما تحققت، تحقق إن شاء الله ب 2017، بلكن نخلص من داعش ونعيش شوي بسلام أمان بدون دماء بدون شهداء
وأمنية العراقيين كلها مو بس أمنيتي أنا، وإن شاء الله أنا بالنسبة لأمنيتي الشخصية إن شاء الله أتوفق بمجالي بالإعلام، والحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام، حياك الله اختي ميت. اسمك؟ حسين رغيب خلف، كلية الإعلام، قسم الصحافة مرحلة أولى. حسين، ما هي أمنياتك في عام 2017؟ والله أمنياتنا يعني أمنيات أي عراقي إنه يتمنى الخير والأمان والسلام يعم على العراق، أما على مستوى الأمنيات الشخصية لحد الآن ما عندي أي أمنية. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك؟ نور حسن، مرحلة أولى إذاعة التلفزيون. نور، ما هي أمنياتك في عام 2017؟ أن يعم الأمان والسلام على وطننا العراقي الحبيب، ويحفظ أخواننا في الحشد الشعبي ويرجعهم سالمين وغانمين. شكرا جزيلا. هذه كانت أمنيات طلبة كلية الإعلام بمناسبة العام الجديد، لكنها تبقى أمنيات مع وقف التنفيذ ما لم نعمل على تحقيقها. بالختام تقبلوا تحياتي، أنا زهراء الزيدي، إلى اللقاء.